سبت التعليم بسبب الصنعه دي وما ندمتش ولا لحظه. والله كان مدرس الانجليش في حصه الانجليش كان بيطلعني انا اشرح الدرس على السبوره. انا بعشق الخراطه وما زلت بحبها واخدم فيها وادي فيها لغايه العمر كله. لا في الخراطه من وانا عندي 10 سنين، انا دلوقتي 52 سنه. الصنعه صعبه شويه بس اللي حاببها هيتعلمها وهيبدع فيها. يعني انا مثلا ممكن اعمل مقبض الختامه، ممكن اعمل في اليوم 1000 مقبض، مفيش واحد مختلف عن التاني، من غير اي مقاسات ولا علامات ولا براجل طول ولا براجل تخانه ولا اي حاجه. انا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها بكتب عليها الحمد لله انا في نعمه من ربنا. طيب قول لي بقى يا عم هاني، انت بقالك كام سنه في الموضوع ده؟ بقالي 42 سنه. 42 سنه. 42 سنه في النجاره عموما ولا في الخراطه؟ لا في الخراطه من وانا عندي 10 سنين، انا دلوقتي 52 سنه. من وانا عندي 10 سنين وانا بعشق الخراطه وفضلت شغال خراط لغايه ما وصلت لثانوي عام، وسبت الدراسه وسبت الدنيا كلها عشان الخراطه لان انا بعشقها. طبعا بعشق الخراطه وما ندمتش ولا لحظه. كنت شاطر جدا، انا بقول لك كنت بجيب في الانجليش 99% في الانجليش. طب هقول لك على حاجه، والله كان مدرس الانجليش في حصه الانجليش كان بيطلعني انا اشرح الدرس على السبوره سنه 83. سبت التعليم بسبب الصنعه دي. في فيديو انا منزله وانا بوقع بالانجليش وانا شفته وانا انبهرت بصراحه. انا سايب الدراسه يا جماعه، انا شفت خطه ما شاء الله ما شاء الله، استغربت. انا سايب الدراسه من سنه 95. معظم الانجليش بترجمه. يعني انا فاكر جمله في الانجليش: ذا بلاي جراوند از بتوين ذا تو بيلدينج. يعني الملعب ينحصر بين المبنيين. ذا بلاي جراوند از بتوين ذا تو بيلدينج. وبتعرف تترجم؟ واعرف اترجم، يعني تشوف اي جمله كده اترجم وبكتب انجليش فوق ما تتصور، رغم ان انا سايب الدراسه بقالي مثلا متهيألي 35 سنه، متهيألي كده. انت شايف ان انت سبت تعليمك ويعني انت بقيت ما شاء الله شاطر في الحاجه دي، ومفيش ناس كتيره بتعمل اللي انت بتعمله ده؟ مفيش ناس كتيره. تعوض من ربنا طبعا الحمد لله. الحمد لله بحبها وما زلت بحبها واخدم فيها وادي فيها لغايه العمر كله. لا ما ندمتش. اعلم ولادي بقى ان شاء الله، كلهم ما شاء الله شهادات عاليه دلوقتي. عندك ايه؟ عندي عمرو بكالوريوس تجاره، وعندي اسراء ليسانس اداب فلسفه وعامله دبلومه تربويه دراسات عليا، وعندي فرح كليه اثار تقريبا اثار، وعندي محمد ثانوي تجاري، وعلي الاخراني اللي كان معانا دلوقتي ده ثالثه اعدادي بقى ان شاء الله. ربنا يخليك. الحمد لله الحمد لله نعلمهم هم بقى. طب قول لي بقى انت بتعمل ايه بالظبط؟ كل حاجه، اي حاجه تخطر في بالك تقول لي بتعملها اقول لك بعملها. اي حاجه تخطر في بالك، الشغل اللي انت غير شغل الخراطه ده، غير شغل الخراطه وغير الشغل الفني ده. يعني اللي عايز سرير تعمل له، اللي عايز دولاب، درفتين، دولاب 3 غرف، غرف نوم، غرف اطفال، سراير اطفال. بس لما الخامات غليت والشغل الجاهز للاسف اللي يمشي حالك ده بقى رخيص. ما هو لو جبت سرير من دول تقعد عليك. انا هقول لك على حاجه، ما النهارده عريس عايز يتجوز وعايز يلم نفسه ويجيب اوضه النوم واوضه الاطفال واوضه الانتريه والانتريه والركنه ب 25000 جنيه، ينزل يجيبهم. الشغل العموله بيختلف بصراحه، بيختلف عن الجاهز بكتير. النهارده الجاهز كله فايبر MDF كرتون وحاجات ضعيفه وخفيفه وشغل رسومات كده، وفي الاخر بيديك شكل. انا بس اللي مزعلني ان انا عايز ناس تتعلم. انت عايز تعلم الفني ده طبعا. يعني انا اعرف ناس زي كده اباطره في الصنعه دي. للاسف بعد ما الراجل توفى الاولاد قفلوا الورشه وباعوا المكن الصنعه ماتت معاك. طب ما هي بتنقرض. يعني حتى في ناس كتير قوي على صفحتي بيقولوا لي انت المفروض تفتح مدرسه وتجيب اشبال وتعلمها. طب هم فين الاشبال؟ يعني انت مستعد ان انت تتعلم؟ طبعا يا ريت. هي صعبه. الصنعه صعبه شويه، بس اللي حاببها هيتعلمها وهيبدع فيها. طب انا كنت بشوف دايما فيديوهات على التيك توك وعلى الفيسبوك والحاجات دي، في ناس اجانب بيعملوا اوتوماتيك ما بيشتغلش يدوي. وحتى لو بيشتغل يدوي لو قدامه 100 قطعه ما يطلعهمش زي بعض من غير مقاسات. انا في فيديوهات منزلها انا بشتغل من غير مقاسات، من غير مقاسات. يعني انا مثلا ممكن اعمل مقبض الختامه، مقبض بتاع الختامه، ممكن اعمل في اليوم 1000 مقبض، مفيش واحد مختلف عن التاني. الخشب يبقى متربع مرصوص هنا كده ما شاء الله. في فيديو نازل بالكلام ده، الخشب يبقى متربع مرصوص هنا كده
زي ده بتبقى طولها كده 15 سم، بتطلع مقبضين، الخشب متربع ومرصوص على المكنه، وانا بظبط وبشتغل من غير اي مقاسات ولا علامات ولا براجل طول ولا براجل تخانه ولا اي حاجه، والشغل يترص قدام منك كله جنب بعضه هنا. كل مره تعمل فيها يبقى زي المره اللي بالملي، مفيش اختلاف بالملي. اتفرج على العمدان موجوده اهي. بعمل كل يوم لا يقل عن 60 70 عمود، مفيش عمود فيهم اختلاف وكله بالنظر.